السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أعزائي المشاهدين، وحشتوني فترة كبيرة. طبعا انتوا عايزين تعرفوا احنا غبنا عنكم ليه. اكيد طبعا. شفتوا اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تعالى والله تليفوني اتكسر. لا اله الا الله. تليفوني باظ. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. طبعا عايزين تعرفوا مش شايفين كده ليه؟ اكيد ومتفرهدين كده ليه؟ اكيد. جايين من فرح، أعبال أفراحكم إن شاء الله. كلنا لا لا بتكلم بجد والله يعني. اللي بيضحك. لا والله جايين. اللي لسه متجوز ربنا يكرمه إن شاء الله ويتجوز ويحقق كل اللي بيتمناه. امين. واللي متجوز زي حالاتي ربنا يعينه على الدنيا والغلاء وكل اللي احنا فيه. كذا مرة بنتكلم أنا ومحمد على مصاريف الجواز يعني. مرة بنتكلم مصاريف الجواز، بنتكلم عن مشاكل. بس احنا كنا بنتكلم عن مصاريف الجواز كده. هو اللي بيجهز نفسه محتاج شقة، محتاج عفش، بالظبط. محتاج اللي هي الحاجات الاساسيه بس الخارجيه. ما خدناش بالنا بقى الا النهارده واحد في الفرح فتح دماغنا كام حاجه كده. فتح دماغنا اللي برضه مصاريف هي فرعيه بس برضه احنا ما خدناش بالنا. ما قلناهاش الفيديو اللي فات يعني، فاهم؟ في حاجات. اصل هو باب الجواز دوت ده باب كبير يعني. مش هنخلص لو مسكناه. احنا عايزين فيديوهات ياما فانا كل ما نفتكر حاجه كل ما هنقول لكم عليها. اللي هي ايه المصاريف الاوفر، او بمعنى صح اللي هي ايه تحس ملهاش لازمه او مش ملهاش لازمه. انا مش انت ممكن انت متجوز، انا ممكن نظرتي غير نظرتك. انت من وجهه نظرك اللي هي اوفر بالظبط. ومش انا لوحدي، عشان برضه في كذا حد. كل الشباب والله مش فاكر البخل برضه. بس مثلا بقى مدفع في فستان عروسه كمثال 11 و12 و15 الف. تمام. ده في اكتر وفي اكتر كمان. احنا بنتكلم بقى في اللي هو ايه في القليل، مش اللي تحت المتوسط كمان يعني. ايوه ده في حاجات ب 25 وب 50 وفي بقى 100 بقى 300 وزي ما انتوا عارفين. المشكله هو مش تشتريه كمان، دي هي ساعتين وهتروحوا يعني. لا في ناس بتشتري وفي ناس بيشتروه، بس بتكلم في الايجار نفسه يعني. ايه تاني والميك اب بتاعها والكلام دوت والكوافير يعني. الشغله دي كلها يعني كلها 7 8000، وبرضه اقل من المتوسط، فيه اكتر من كده بكتير. ده العروس ده في الاخر شكلها بيطلع اصلا مش هقول لك وحش، بس تحس شكلها متغير خالص يعني. المهم مش دي قصتنا اللي بنتكلم عن مصاريف دلوقتي. ليه؟ عشان ما يبقاش ظالمينهم برضه. وإن مش كل البنات كده، وإلا من رحم ربي في ناس كويسة. احنا معاكي ان ديت ليلة العمر، وانك من حقك تفرحي، وانت مش اقل من اي حد. بس يعني ليه يعني المقارنات؟ ليه ديت عملت؟ ليه بقى ايه؟ صاحبتي عملت في القاعة الفلانية فانا عايز اعمل اعلى منها. بنت خالتي عملت في القاعة الفلانية او عند الكوافير دوت او ميك اب ارتست دوت، فانا لازم اعمل زي. ما المشكلة دوت مش على حسابها هي. ما هي لو دفع من جيبها هتحس بقيمة الجنيه، لكن هي بقى مين اللي بيدفع؟ العريس. فده بتكلم فيه. انا برضه يعني حتى لو ابوها هو اللي هيدفع ماشي او كله على العريس. بس انا فاهم، بس بتكلم نقطة ايه البنات. في ناس حمى هتقول لك ايه؟ لا انا هدفع، انا ده ليلة العمر. بس انا برضه في يا عم ده مروان مجالنا دفع 250 جنيه وراح قفل المحل وبارك الله. لا 300 جنيه يعني. غير 300 ماشي. ايه لا معلش، هو كان صاحبنا واحنا جينا عليه برضه، وواجب عليه اللي هو يزق معانا. اكيد طبعا. بس انت الرجاله برضه يا حمو في ناس بيدفعوا. طب ما ميك اب ارتست برضه تلاقيها صاحبتها قريبة معرفش كده، برضه في معرفه. ماشي، بس افرض هي ما تعرفش اول. يا عم انت لو هتجيب حلاق هتدفع كام؟ 500 جنيه. حلو. ده هو واحد غريب. ماشي. الغريب هيديك 250. خلينا نتكلم عن غريب يعني. ماشي. 500 600 جنيه مثلا. وبيطلعك قلاده. ده ابسط حاجه. بيظبط لك الدنيا. وتنفره استشوار وماسكات وبتاع، و 600 700 جنيه. مش هيعدي 1000 جنيه بيكبرها. 1000 جنيه ده يبقى جاحد بقى، اللي هو ايه هيبوس ايدي ورجلي قبل ما يمشي. هم 7 8000 على ايه؟ موضوع اوفر يعني. انا شخصيا كمحمد ما بحبش المهرجانات كتير في الوش. فيها زي ما كان بيقول محمد هو ايه؟ مقارنه. بنت خالتي جابت ميك اب ارتست الفلانيه فانا لازم اروح عندي، فانا لازم اجيب زيها. اجيبها عندي او اما اروح لها. انت بتعرفيش انت خطيبك دوت جايب الفلوس دي ازاي؟ ده بيطلع ولا بيقعد قد ايه يحوش عشان الفرح ده؟ الفستان اللي هو اقل فستان دلوقتي ب 10 و 11 اكتر كمان. او اقل حاجه دلوقتي اقل فستان عامل 10000 جنيه. اللي هو مش الواو كمان. ايه؟ اللي هو مش الواو. لا اللي هو مش اول لبسه. عشان في حاجات تبقى اول لبسه وفي حاجات تتلبس قبل كده والكلام ده اللي هو ممكن تاني لبسه دوت ولا اتلبس مرتين ب 10، وبعد كده بقى اللي هو اول لبسه من اول 15 كل ما يبقى عيان اكتر بيبقى سعر. لا مش شرط بقى. مش اكيد يعني.
بس بتكلم تفاصيل غريبه كده تبقى بسعر اعلى يعني. انتوا بقى فاهمين بقى، البنات بقى والحريم فاهمين اللي احنا هم فاهمين بعض اكيد في القصه دي بنتكلم فيه. لو انت دلوقتي لما فستان اللي هو اقل نمره بقى 10000 جنيه، وميك اب ارتست اقل حاجه 5000 جنيه، قاعه اقل قاعه 15000 جنيه. هو ميك اب ارتست دوت للمكياج بس ولا مكياج. بالشعر؟ لا مكياج غير الكوافير يعني. بس هي بص ميك اب ارتست مثلا طبعا يعني في بيوتي سنتر يقول لك مثلا مع تسريحه مثلا ده كله مع بعض. بس بتكلم ميك اب ارتست نفسها بتجيلك لوشك بس، لوشها بس. انا اعرفه حد ما ايوه بس مش هتيجي تعمل لها شعرها، تعمل لها شعرها ازاي؟ انت الاستشوار بس بص هم عندهم حوارات كتيره، ما اعرفش فاهم انت ممكن تبقى بتروح تحجز معاها جلسات للشعر. جلسات للشعر كمان والله ممكن الواحده تبقى شعرها مجعد كارتة يعني فاهم، عايز تعمل بقى شعرها بروتين وكرياتين والكلام ده مش هيبقى في يوم وليله اكيد. فاهم بتاخد مثلا شهر ولا شهر ونص. والله اللي هي مثلا تروح لها ايه كل يومين تاخد لها بريتين ولا زيت مش عارف ايه عشان يطري الشعر. طب ما ده يعتبر غش برضه. ايوه غشيني كده طب انا بعد شهر جواز هتلاقي شعرك راجع تاني زي ما راجع تاني. ايه ده؟ ولسه في الرموش والكحل وفاونديشن وكريم ازاز وماسكارا ومسخره وشغل عالم بقى الا ربنا. لا فاحنا الحمد لله يقول لك انت عشتكم سهله. لا هي صعبه، احنا الحمد لله عشان الواحد بيرضى بقليله ربنا بيبارك لنا. بالظبط فاهم يعني. برضه كان في واحده طالعه كذا واحده فاهم تقول لك ايه انتوا حياتكم سهله، تصحوا والله ما فاهمين حاجه يعني. تصحوا شويه صابون ومن غير صابون كمان ممكن شويه ميه ايوه غسلت وشك خلاص. بغسل وشي بالميه. مفيش صابون ممكن تخش على صابون المواعين صابون سائل شامبو اي حاجه لقيتها بالظبط. ارجع للمكالمه. ليه بقى انت مثلا تقولي بتحملي عريسك فوطه؟ والله هو عينه معلش يعني هو بيحبك وعاوز يجيب لك حته من السما بصدق ويعمل اي بس هو مش معقوله يكون معاه ويبخل عليك، مستحيل. هم حاسبينها بقى اللي هو معفن وبخيل لا هو لازم يجيب ولازم يعمل، وانا مش اقل من هو على فكره احنا بس فتحنا الموضوع دلوقتي عشان والله ده حدث يعني، ده موقف لسه حاصل لسه جاي من فرح دلوقتي. انا فرح في واحد قاعد جنبنا يعني ربنا يكرمه يا رب ويرزقه ان شاء الله ويتفرج عليه فرحه بيقول اللي هو عفش قريب يعني او حاجه زي كده، بيشتكي بقى المصاريف وبتاع والكلام ده. فبسال محمد يعني كام سؤال كده، فمحمد يعني ايه يعني كان ورا خايف فهداه يعني فاهم اللي هو ايه يسيبها على الله وان شاء الله ربنا يكرمك والكلام ده. فقال لي زي ما لسه بنحكي بقى التفاصيل، بسال على ايامه بقى، ايامه زمان بقى. قال لك انا ايه قبل ما افكر في حوار الخطوبه كنت 1000 2000 3 بكبيرها قوي والم الدنيا كله فاهم انت. 5000 بالمكياج بالكوافير خلاص انا كده تمام. من سنتين مش من زمان من سنتين بالظبط. دلوقتي دخلوا في ال 25 جنيه بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه 25 جنيه 25000 25000 ده لسه بقى هو عربيات وايجارات وقاعه في اللي هم مش بنتكلم عليها دلوقتي، بس ايه في مصاريف تانية. بس احنا بنتكلم في بدايه كده البنت لوحدها عايزه بتاع 25000 ده كده بالميت. ليه تبصوا على زي ما قال محمد بنت خالتي وجارتي ومش عايز اقل منها، مع ان احنا كرجاله تمام. انت حتى الجزمه بتخليك تجيب جزمه كمان عليا رئيس، انت لازم تجيب الطقم بقى كام والشراب كمان. هتجيب جزمه من غير شراب؟ المهم ده هم ده. المهم احنا كرجاله ممكن انا البس البدله بتاعتي اجرها وصاحبي هو يلبس نفس البدله في الفرح بتاعه صاحبه اللي مقاسه مش مقاسه اللي هو ايه وانا جبت حته بدله ب 300 400 جنيه ب 1000 جنيه من عند مش عارف حتى الرمل مفرق يروح يجيبها هي فاهم انت عادي ونفس الصوره او نتصوروا يعني فاهم انت كان انا قعدتها وبديها له وهكذا يعني. البنات لا مفيش الكلام ده، مش هجيب فستان مش هجيب فستان زي يعني مش من الفستان ده الطوامه اللي بيلبسوه. الطوامه اللي في ايامهم العاديه مش ايوه يعني. انت مثلا محمد بص لابس البلوفر ده وعليه القميص الاسود. انا عارف ان انت عندك القميص الاسود بس انا ناسي، بس انا شفتك انت بالبلوفر ده الله حلو قوي الطقم ده والقميص الاسود ده. اصلا شاري معايا القميص ده فعلا من عند الشيخ اللي هو في الساعه فاهم. والبلوفر ده مين كان جايبه معايا؟ الجاكيت جايبينه مع بعض والسويت شيرت جايبينه مع بعض، بس انا الفكره ان انا لبستهم تحت بعض. غير التيشيرت تحت كمان زي ما طعم جامد. احنا مثلا كشباب بقى من ناحيه المقارنه بنروح فرع، انا شفت واحد صاحبي لابس نفس الطقم ده او واحد حتى غريب يا ابن اللعيبه تعالى نصور مع بعض ده نفس دماغي نصور مع بعض دلوقتي. لكن البنات لا يبصوا بعض فوق لتحت وبص الصفرة. بتكلم برضه هنرجع نقوله مش كلهم يعني قليل منهم. ايوه احنا قلت في قليل منهم في بنات والله بنات حلال
ويرضوا، مش معنى اللي هم بيرضوا بقليلهم اللي هم كده اقل من اي حد، لا بالعكس. بالعكس والله العظيم. هي بتكبر في نظرنا بالظبط. وبتكبر في نظر اللي معاها سواء خطيبها او جوزها، اللي هي بتستحمل وقت ضيقته وكده، وقت ما ربنا يفرجها عليه اول حاجه بيفكر فيها هي مراته. بالظبط. ايوه كنت حارمك مثلا غصب عني من ظروفي، مثلا ما لبسكيش مثلا غوايش، لا ربنا يكرمني خد الغوشتين 3 4 كمثال يعني. ايوه بنات الحلال، بنات الحلال وولاد الاصول والله لما بيبيعوا فهمت. بس حمو برضه في رجاله اقسم لك بالله معلش بقى احترم الجميع، رجاله ناقصه ما بتصونش، ما بتبصش للي هي ديت وقفت معايا ساعدتني في وقت زنقه، اهلها وقفوا معايا مثلا، لا تلاقيه مع اقرب مشكله ولا ربنا كرمه فلوس راح اتجوز عليها، فاهم انت، وراح بس بره. طب يا عم بنت الحلال ديت ما هو ما انا ارجع اقول لك برضه مش كله كده. لا ما رحمه ربي بقى، مش كل الرجاله كده ولا كل الحريم كده. هو قال كلمه حق يعني، برضه عشان ما حدش يفكر ان احنا نيجي على البنات بس. عشان ما حدش كل مره يقول لك انت تمسكوا الحريم والحاجه، لا لان الحريم نص النصايب يعني. حاجه تانية كان بيبقى الواحد ليه بيبدا فيها بذنوب. مش عارف احنا اتكلمنا فيها قبل كده او لا، بس حته اللي هو ايه، اغاني، اول الاغاني يعني انت دلوقتي اول يوم في حياتك الرقص، الرقص والاغاني. بنتكلم في المطلق عامه. ليه ليله الدخله بالاخص من العروسه تمام والخروف اللي معاها، مش بتكلم على من ناحيه ليله الدخله او الخطوبه عامه يعني. ليه بيقولوا الليله في العمر فبيحلوا او اسمها ايه، بيستحلوا او بيحللوا نفسهم. دي ليله العمر، ابين شعري، ليله العمر ابين جسمي، دراع بقى كتف الكلام دوت اللي انتوا الموضوع بيسرح شويه في حاجات تانية. بس ليه عايز اقول الكلام بس مش عايز اطلعه، مش هينفع. بس اللي هو ايه هنتكلموا فيه بصوره لا ايوه مش هينفع طبعا. اللي هو ايه، هل بقيت السنه كلها حلال، قصدي حرام النهارده حلال؟ عاملين زي فكره ايه اللي هو في رمضان اللي هو ايه، انا الصبح صايم وبالليل بعد الفطار بشتم بقى واشرب واعمل. هم الحرام حلال، فالحرام بقى في رمضان حلال بعد رمضان بالظبط. هو صبح هو بالليل هو خلينا بس نتكلم في الحته اللي انت عايز تتكلم فيها، اللي انت بتقول ايه، ازاي مثلا جوزها ولا خطيبها ايوه يسمح لها بكده واهلها نفس الكلام. انا لسه جاي لك اهو معلش كل واحد. بس اقول لك على حاجه، اسمعني. لا هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه انا جاي لك فيها. لا انا جاي لك فيها يا محمد، سواء في الخطوبه بالذات يعني، او جوزها هو لسه ما كتبش الكتاب. في ناس بيكتبوا الكتاب في القاعه حلو، هو لسه ما بقاش جوزها. انت ازاي تقبل على نفسك كده؟ انت في ناس بتقبل والله مش بنعيب في حد حلو يا عم ماشي، انت عاوز تفرح وهي عايزه تفرح، ولا وانا واثق ان الناس اللي جايه كلها محترمه، عشان كده انت سايبها ايه براحتها. اهلها بقى فين ابوها، فين اخوها. بس هقول لك على حاجه ثواني برضه، لو دلوقتي وقت الخطوبه الاهل المفروض هم اللي يتدخلوا، هو ملوش اللي يتدخل. لكن لما يكتب الكتاب خلاص يا باشا انت اللي هتشيل ذنبها، انت كعريس ايوه مسؤوله منك. لو انت كانت قبل لو في الخطوبه مسؤوله من اهلها، لو كتبت الكتاب مسؤوله منك انت. لو كاتب الكتاب قبل الفرح مسؤوله منك يا باشا. بس اقول لك على حاجه والله يا حمو، في ناس رجاله والله برضه يا جدعان احنا مش بنعيبوا في حد. حصل مشاكل وقالت بوستات كده اللي هو عريس جه قايل لمراته ما تلبسيش قصير، ولا هي عايزه تلبس فستان اللي هو كاب يعني. ده اللي هو عريان يعني فاهم. قالت له ايه ماشي، جات امها قالت له بقول لك ايه ليله العمر مش عارفه ايه، حرضتها في نسوان ربنا يسامحهم يعني، لا البسي البتاع ده واحنا هنفاجئوه ونحطه في امر واقع. العريس راح ايه ده، ايه اللي انت عاملاه جاي يعمل ايه؟ واحد ما طلقهاش، عمل ايه؟ ما طلقهاش، خدها حطها في العربيه يلا على البيت، خدها وداها على البيت وقفل على اللي عايز يفرح معاها يروح لها الحريم. هو راح يعمل ايه؟ رايح على القاعه قعد يرقص والكلام ده ونكد عليها، بقت ليله العمر نكد عليها وعلى اللي خلفوها. واحد تاني راح جاي حالف يمين. بس لا هقول لك على حاجه، ايوه لسه هقول لك كل واحد رد فعل. لا سيبك من رد فعل، ما انا هبدا هقول لك على حاجه. ما هو انا كده يعني بالك ازاي؟ طب هي ما سمعتش كلامي وسمعت كلام امها يبقى خلاص خليكي مع امك. والله في ناس بتزعل مننا. انا بتكلم نسيبها عمك انت ازاي تسيب مراتك عيان بالظبط. على فكره والله مش بتكلم كتريقه، بنتكلم كنصيحه ليك اللي هو ايه يا حبيبي دوت يعني. حتى زي ما قال محمد لو صحابك كلهم انت واثق فيهم
فمعيش في الكلمه الناس اماره بالسوء. يعني ممكن واحد يكون عينه معيش في الكلمه، جت على حته، جت على معرفش ايه، جت على ايه، سواء برضاه او غصب عنه. طب ليه اصلا؟ وده بقى عند البند تاني الاغاني. يعني انا كمحمد والله مش فكره بخل، متهيألي قلتها قبل كده ولا تاني نفس الفكره. انا مثلا لو مصاريفي الخطوط، الجواز، الفستان، بالميك اب ارتست، بمعرفش ايه، بالشغله دي كلها، بالقاعه، ممكن تدخل مثلا كمثال معايا في 50 60 الف جنيه، ده بدي مثال يعني، ممكن تطلع اكتر من كده. انا ممكن اعمل الكلام ده كله او اقل من كده، مثلا ب 10 20 الف في البيت، والباقي الفلوس ديت انا ممكن اعمل بيها خير. يبقى انا بقى حياتي صح، اعمل مثلا ايه 2000 وجبه و 3000 وجبه مثلا، افطار صائم، مش افطار صائم، اللي هم ايه، للناس الغلابه، صدقه. او مثلا اعمل بيها اكياس زي بتاعت رمضان دي، اوديهم لدار ايتام مثلا، او جمعيات كده، او ممكن اعمل زي اللي هي بتاعت رمضان دي، شنطه رمضان، بس انا يوم عادي يعني، واوزعها على الناس الغلابه، انا عارف ان هم دول غلابه. مثلا محمد يعرف له 10 20، انا اعرف نفس الكلام، مش عارف ده، وهكذا. فاهمين قصدي؟ ممكن يتفسح بيهم. ولسه اقول لك بقى، مثلا وباقي الفلوس مثلا اشوف في الاخر 10 20 اطلع بيهم مطروح، دهب، بتاع الكلام ده، اقضي. وممكن حاجه احلى كمان يا محمد، يطلع عمر، اللي بيخليه يدفع 100,000 في القاعه وهيطلع بيها ومراته، ممكن يطلع بيه عمر. صح. فانت معيش في الكلمه، ال 100,000 هتدفعهم بعربياتك، بميك اب، مش عارف، بحلاق، بدنيا، باكل في القاعه، بالكلام ده كله، دخلك في 100 او اكتر من 100 او اقل من 100 ايا يكن، زي الامام محمد، تعمل بيها خير، يا اما تطلع بيها عمر تبدا بيها حياتك. فدي مش حاجه احسن من كده يعني، فاهم؟ يبقى انت رضيت نفسك وغيرت جو ورضيت ربنا، فاهم انت؟ هو اصلا ربنا كده في الاول والاخر مش مستني منك حاجه، انت كعبد مش مستني منك حاجه، بس هو ايه، انت اللي محتاج من ربنا. بالظبط. انت كده بتبدا حياتك تقول يا رب انا بعدت عن كل المعاصي ديت اللي انا هرتكبها في الساعتين دول، والله دي كميه ذنوب انتوا مش متخيلين. انا مش شيخ والله، محمد مش شيخ، بس احنا ايه، بنحاول نحجم نفسنا على قد ما نقدر. كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. بالظبط. معرفه هو عارفه قريبه السيد كان عامل اغاني بس من غير موسيقى، اغاني اللي هي برضو ايه، مش بوم طخ وشايف اجيب لك ايه واقطع ايه، لا اغاني عاديه، اغاني وتامر حسني ومش عارف ايه وتامر عاشور، بس ما كانش مشغل موسيقى. بالظبط. صراحه ربنا يبارك له والله، وكان فرح لذيذ جدا، انا شخصيا اتبسطت منه جدا. العيله هنا والعيله هنا العيله والناس اللي مننا، محمد وانا من العيله برضه، كان مش غريب. الناس اللي مننا قوي هم اللي حضروا، محدش غريب بالظبط، ولا حد قام هز، ولا حد قام قال لي ادبه، ولا حد بص على واحده. عارف انت، مش هقول لك بقى شيوخ، احنا مش شيوخ والله، بس رقي، قاعد هادي، وهو ما شاء الله كان مبسوط، وقفنا جنبه، صورنا، ويوم جميل، وخلصوا ما شاء الله، راح حصل له في الجامع، طبعا ندور عليه. ما شاء الله بصراحه كان بيصلي، اتبسطنا، والله كان يوم جميل جدا. انا بصراحه ان شاء الله هعمل زيه. فالمهم، نصيحه للموضوع عشان احنا رحنا في كذا حته. عاوز اقول حاجه بس معلش قبل ما اقول نصيحه، اصل فكره ان انا وقعت في الفرح، انت فاهم، بغض النظر عن الهتاله دي كلها بقى اللي احنا قلنا عليها، اديني اقعد ساعتين او 3 في 300 واحد بيتفرجوا عليا، والله بتكلم. انت لو عامل الجامعه هتلاقي ناس بتبص عليك، ماشي، بس اللي هو ايه، مش استنى بقى الدخله واقعد اعمل كده، ما بيحبش رقص ولا تنطيط ولا الكلام ده. يعني هو فرع اخويا يوم ما عملنا كده، بس هو بالعافيه، اللي هو كده بمعنى الحركه يعني، فاهم؟ الناس اللي بتسال بقى انت عملت في فرحك كده، لا كنت بشغل اغاني، بس انا كان ظروف خاصه والله العظيم 3. الوقت كان ضيق، والمفروض ان انت اصلا بتبقى معروفه ان انت بتروح القاعه قبليها وبتقول له، بتحدد له الاغاني اللي انت عايز تشغلها، ولا انت بتقول له مثلا عايز موسيقى ولا مش عايز موسيقى بالظبط، والدخله ما اعرفش فيها ايه. انا كنت رايح متاخر، وكان يوم الصراحه عسل الصراحه والله جميل، بس كان في شويه عكوسات كده وشويه لخبطه. انا قلت له بيقول لي عايز تدخل على اللي هو بيسالني حتى الدخله اللي انت عايز تدخل بيها ايه؟ الله حاجه، قلت له حاجه ان شاء الله كلامك سهل، ما عنديش مشكله. انا عايز اعدي يومي. بعد كده بقى شغل بقى مهرجانات، اللي عايز يرقص في صحابي، هم اصحابي عايزين يرقصوا، اقسم انا على تامر عاشور ولا تامر حسني؟ لا عايزين مهرجانات، ماشي يا عم، انا خلاص احنا جنب لوحدينا. هو ما اختارش حاجه، هو ساب الدي جي اللي هو رضا كل الاذواق، شويه رومانسي، شويه مهرجانات، شويه ما اعرفش ايه، بحيث بس الصراحه برضه فاهم انت، كل النجوم اخواتي مش عاملين اختلاط. مثلا اللي هو ايه، زي ما بنشوف افراح دلوقتي، تلاقي مثلا شويه بنات هنا على شويه شباب هنا، لا، او مثلا دايره بنات وحياه دايره شباب، عايزين لوحدها والرجاله لوحدها، احنا عاملينها كاننا يعني احنا فعلا هي جت لوحدها كده، القاعه اتقسمت زي ما احنا عايزين بإرادة ربنا، عشان انا برضه كان في نيتي اللي انا مش عايز اعمل الاختلاط ولا الكلام ده. وكانت لذيذه بصراحه يعني. هنقول نصيحه للبنت ونصيحه للشاب، تمام؟ بنت الناس اتقي ربنا في عريسك، بلاش توسعيها على حسه
اللي هو الراجل يعني شقيان بقاله بتاع، والله العظيم المبلغ اللي بيجيبه دوت مثلا 100 ولا 200,000 او 300,000 والله العظيم تعويشة سنتين مثلا. ايه ايه بجمعيات والله، حتى لو الجامعات ما يعرفش يجيبهم بتاع 10 سنين او اقل. اصل هو بيبقى كام؟ لا هو بيبقى كام؟ احسبها كده بالعقل. الراجل لو بيبقى 6 7000 تمام يا محمد الراجل لو بيبقى 6 7000 يا محمد، فهتلاقي مثلا ايه بيصرف، مش هقول لك ما بيصرفش على نفسه، بيصرف على نفسه مثلا بتاع 2000 3 مواصلاته باكله بشربه بدنيته، فاهم انت، بباقته، لو بيشرب سجاير بسجاير والكلام دوت، هيبقى معاه مثلا بتاع 4000 هيدخل بيهم جمعيه. تمام، اللي هو لو حوشهم ده بالعكس، ده هو بيصرف الاربعه وبيشيل الاثنين الجمعيه او يحوشهم مثلا عين يا ابني الدنيا المبلغ. غالي. ما انا عارف، بس انا بدي مثال اللي هو ايه يا عم، هيصرف النص الاقل، تمام، اللي هو التقسيمه الاقل، المبلغ الاكبر اللي هو 3 4000 هيدخلهم في جمعيه. مع ان انت لو حسبتها ال 4000 دول اصلا في السنه، تمام، هو الجمعيه بتبقى سنتين او ثلاثه، فمثلا نقول في السنه بكام؟ ب 48,000 جنيه بالظبط. في السنتين حوالي 90,000 جنيه، يعني في السنتين جاب 100,000 جنيه بس. تمام، هو عشان عامل بيهم 100,000 جنيه الفرح. طب والشقه؟ طب والدنيا؟ هو جاب بقى. لا ما جابش، جاب ايه؟ انا بتكلم بقى من البدايه، من البدايه خالص. من البدايه عشان يجيب بقى مبلغ مثلا الشقه بقى بالعفش بدنا هيدخلوا في حوالي بتاع 10 سنين بجد حقيقه. يعني كل سنتين او سنتين ونص هيعملوا بتاع 100,000 جنيه. ده مع ان في ناس بتبقى اقل من كده، انا بتكلم في 7000 اللي هو حاليا ايه متوسط يعني. فانت ما تجيش عليه، هو عايز يبسطك وعايز يعمل كل حاجه ويفرحك. ال 17 سنه اللي بيحاول يعني. انا بدي مثال. هو ده 25. انت دلوقتي ما حسبتش فتره الجيش. اه اللي هو طلع عنده كام سنه؟ 23 سنه. 24 سنه كمان لو مكمل تعليمه على حسب هيطلع بقى. 24 25. حلو. هو مثلا قال عشان قرشين قبل ما يدخل، مع انه طبعا هيصرفهم في الجيش اصلا 24. لو هو بقى جدع ووقف على رجله وعمل جمعيات وكده هيتجوز عنده 34 سنه. 10 سنين. ما ده بيجمع اللي هو ايه، ها يا مساعد. ده في حاله ايه؟ ان مفيش غلاء اسعار اللي احنا فيه. ده هو اصلا ال 300,000 اللي هيجمعوا 400,000 كمان 10 سنين دول ولا حاجه، مش هيعمل بيهم حاجه. المهم، فنصيحه يا بنت الناس، لو انت فعلا نيتك الجواز ومقدره الراجل اللي معاكي، تمام، بالراحه عليه. انت لو عندك اخ هتشوفي البهدله اللي اخوك اللي هيبهدلها، فيعني راعوا. احنا اتكلمنا في الحته دي بالظبط. في الاهل عنه فيديو بالظبط. بس انا عايز اقول لك الكلام ده مش للاب بقى، اللي هي الام والبيت، بالراحه على العريس. ما تقوليش بقى عشان خاطر زي ما احنا قلنا بص لبنت خالك وبص لبنت خالتك وبص لجارتك وبص ما اعرفش وبنت عمتك، عشان في ناس بتقول لك وبنت اشمعنى بنت خالتك بس. وبنت عمتك، ففكك من الكلام دوت. قضي يومك عادي وزي ما تيجي او على قد مقدرته. لو هو بخيل دي حاجه تانية، بس بتكلم على الراجل اللي بيشقى. تمام، انت يا عم الحاج يا عريس، ما تبقاش بقرون يوم فرحك، هو يوم في العمر بس ما تشيلش نفسك ذنوب وترجع تقول هو انا دنيتي حياتي بايظه ليه؟ هو انا دنيتي بايظه ليه؟ طب ما انت بادئها غلط، انت بادئها غلط. ايه؟ خليك راجل. خليك راجل بالظبط. واشرب بريد الا الدعيلان ده صح؟ انا ما بديتش اقلش. مش عايز اقلش من الصبح. انا خليك راجل، ما ترجعش اول يوم في حياتك غلط ترجع تقول الدنيا بايظه معايا ليه؟ خلي مراتك عايز يا عم تعملوا باغاني باختلاط براحتك، بس لبسها كويس. تمام، لبسها كويس والله العظيم. حتى لو طلع واحد من 300 نفر دول، مش هقول لك كلهم مع ان اكتر من كده، بس طلع واحد بصه انت هتشيل الذنب. ما هو انت اللي لبستها وانت وقفت على اللبس بتاعها، ما انت مسؤول بعد كده. اختصر يومك دوت، وفر فلوسك بحاجه مفيده انت تستفاد بيها. دي هترجع لك انت القرار ده في الاخر، ما حدش هنا ضربك على ايدك. احنا بنديكوا النصيحه، انت عايز تعمل كده عايز تعمل كده، مش هقول لك انت مش راجل لو ما عملتش كده. مش راجع على اختك وتقعد تزعلها والبسي واعملي وتيجي مراتك هي تلبس معرفش ايه. اصل يوم في العمر، وربنا يستر الجميع ويسعد الجميع. بس عايز تقول حاجه؟ شكرا عليك. على حسن استماعكم. نورتونا. باي باي.